احلى مسا على الصحاب، ونعتذر عن بشاعه الصوت عشان عندي دور برد عنيف شويه يا جدعان مبوظ الدنيا. من بعد ما مرسيدس نزلت الزلموكه والشبح وابتدت تبيع منهم وتلم من وراهم اموال طائله، شركه بي ام ما وقفتش تتفرج، لان شركه بي ام برضه مش شركه عويله يعني، لا شركه على وضعها، بس هي عارفه انها في الوقت ده مش هتقدر تنافس مرسيدس في حته الفخامه والرفاهيه، بس هي افضل من مرسيدس في حته الاداء. فقالت انا هعمل عربيه استهدف بيها ابناء الاثرياء، هخليهم من حبهم في العربيه ينسوا المرسيدس بفخامتها ورفاهيتها. انا هعمل لهم عربيه شكل رياضي وهجومي من الدرجه الاولى واداء رياضي هجومي من الدرجه الاولى، واخليهم يركبوا العربيه واسمح لهم يعدلوا فيها براحتهم، عشان بعد كده لما انزل اجيال تانية منها يجيبوا العربيه دي ويفكوهم من المرسيدس. وفعلا نزلوا بالاي 36، العربيه اللي شكلها وادائها رياضي هجومي من الدرجه الاولى، ونزلت منها بقى بفئات كتير، ال 316 وال 18 وال 20 وال 23 وال 25 وال 28 والام 3، وكوكتيله مكن من اول ال 1600 سي سي و 1800 سي سي و 2000 و 2500 لل 3000 سي سي، والاربعه سلندر والسته سلندر، وكوكتيله حصنه من اول ال 100 حصان لحد ال 300 شويه حصان. وفعلا العربيه الشباب اتهبلوا عليها وبقت العربيه الاولى للتعديلات في مصر. بس العربيه دي من موديل ال 90 لل 94 كان فيها مشكله في المكنه، ان المكنه كان صوتها خشن شويه، ومع الحرق والغيارات والتخميس والحوارات دي كلها كانت بتجيب كبات. من 95 لفوق الشركه عرفت بالمشكله دي وحلتها ونزلت مكنه جديده وفتيس جديد، والموتور بقى بيوصل معاك لل 300,000 كيلو من غير اي مشاكل ولا اي حاجه. وفعلا بي ام نجحت بالموديل ده اللي هو الاي 36 انها تخلق اسطوره من العربيه دي مستمره حتى يومنا هذا. لسه في شباب لحد النهارده بيتمعشقوا في العربيه دي وبيشتروها وبيعدلوا عليها، وسعرها النهارده وصل لاكتر من ال 350,000 جنيه.